بلغت الراية يا بنتي خلاص. كانت بنتي اسكت القدام. ودي ما نرقدش كل يوم نبكي. مو علي تمام خلاص. لا الله ما في رسول الله. إنها الحلقة التي جعلتنا نرتجف خوفا وذعرا واشمئزازا. أول مرة في حياتي شوف أنا هذه الأمور، وإن شاء الله ما نزيدش نشوفهم، إن شاء الله ما نزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي كل الشعب الجزائري. كما كنا نشوفوا في هذا الفيديو، شفناه كامل وسمعنا واش كان يقول. السيدة يقول شفت في البورتابل تاع بنتي حوايج مش ملاح. أظن أنه شافها في دارت فيديوهات ولا تصاوير ماشي هذاك هما. حتى الصحفية قالت باللي شفت حوايج عم يشتهم وان شاء الله ما يزيدوش نشوفهم. هنا تفهم، حنا نهضروا نديروا تحليل على الهضره تاعو. قال لك باللي في البورتابل تاع بنتي لقيت امور ما قدرتش زعما نستوعب. تشوكا انت كيفاه طفله في عمرها 8 سنين تعطيها بورتابل؟ هذه غلطه يعني ما يديرهاش حتى واحد. انت لعبتها مقلق وشغول، هي زعما هي صاحبة المشكل، وهي لا، انت اللي صاحب المشكل. درت مشكل قد راسك. المشكل الاول انك اعطيتها بورتابل وخليتها تدير واش تحب. ما دام هي لحقت وين دارت تصاور معناها ما كنتش تراقب فيها من الاول. هذه قاعده باللي طيشت لها البورتابل وخليتها على وهم. راك درت مشكل كبير لهذه الطفله. الطفله هذه 8 سنين. اي واحد يكلحها، اي واحد يكلحها 8 سنين مسكينه ما زالت براءه. حتى ودارت العفسه هذه غلطوها وانت هو المشكل الكبير. انا حللت وعاودت لقيت ما تبكي ما تقلق ما تلعبها مكريزي، انت اللي غلط. طفله الغلطه اللي دارتها بالطريق اللي فتحت لها انت. لنفترض جدلا انك واش راك تهضر صحيح، خلي نكون انا اب ونحس. لنفترض باللي صحيح راك هضرت هضره وهذاك هو الصح. هنا في النقطه هذه بعد راك حركت بنتك، راك شعلت فيها النار. دوك كامل الشعب الجزائري يعرفها. مادام يعرفوك انت يعرفوا اهلك ويعرفوا ولادك. دوك انت خلاص الطفله راح تكبر مريضه. انا هذا هو الشيء اللي يدير لي قلقه انا في راسي. زعلت. انت اب وانا اب، صح؟ حنا رانا نخمو على مستقبل ولادنا ديما. هذا هو التخمام تاعنا. خلاص راح حنا المستقبل تاعنا سيبو. دوك حنا رانا في المستقبل، حنا نخمو على المستقبل تاع ولادنا. دوك انت المستقبل تاع بنتك حركته، انت راك ذبحتها خلاص. دوك انت انا ندبر عليك روح دير لحيه ولا بدل قشك ولا بدل اسمك ولا ارحل، باسكو الطفله مسكينه راح تكبر مريضه. وان شاء الله تكبر الطفله وتشوف هذا الفيديو يقول لها باللي باباك اللي دار لك هذا المشكل، باباك اللي حرقك. كاين ناس حكموا بناتهم وسطروهم علاش؟ على جال المستقبل تاعهم. انت جاي للصحافه وتحكي مع الشعب الجزائري كامل في قصتك. انت ماكش نورمال. انت قسما بالله غير راك اب فاشل وطحت في مشكل وما عرفتش تتصرف. انا اظن اي انسان واعي وعاقل يلقى بنته في عفسه كيما هكذا يجبدها يفهمها يقنعها يضربها حتى وتبقى بيناتهم وقسيناها. مين انت حركتها. انا نقول لك نورمالمون الدوله تعاقبك. انت تعاقبك على عطيتها بورطابل وما راقبتوش، وتعاقبك على الهضره اللي راك تهضر على بنتك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.